السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. غنشارك معكم ان شاء الله في هذا الفيديو طريقه تحضير بانكيك بطريقه بسيطه، بطريقتي اللي كتخليها اسفنجيه. كيف كتشوفوا كيجي اسفنجي بونج وفي نفس الوقت خفيف. انا درته هنايا بنكهه القهوه. اللي ما كيعجبهاش القهوه ممكن تستغنى عن القهوه. المهم بسم الله على بركه الله. كناخذ 3 البيضات من الحجم الصغير، كنضيف لهم نصف كاس سكر. انا هنا ما بغيتش نكثر الحلاوه، ممكن ديروا كاس ديال السكر. كنخلط الخليط جيدا حتى كيصبح اللون ديالو ابيض تقريبا. من بعد كنضيف ساشي ديال الفاني. الا ما كنتوش غتضيفوا هنايا القهوه ممكن ديروا 2 ساشي ديال الفاني. كنضيف كاس الزيت. من بعد كنبدا نخلط بشويه باش ما يهبطش ليا البيض. كنبدا نطلع الفوي ديالي ونهبطو بهذه الطريقه. من بعد جانبا كناخذ كاس ديال الماء غليان، كنضيف ليه ساشيه ديال القهوه سريعه الذوبان، كنخليه على جنب. تبعوا معايا هاد الطريقه بالضبط. كنضيف كاس ديال الدقيق، ومن بعد كنضيف ليه 2 ساشي ديال خميره الحلويات. كنغربل الخميره مزيان، وحتى الدقيق ايضا. كنخلط هاد الكاس هذا بشويه، كنحاول نطلع ونهبط بشويه، كنخلطها. ومن بعد كنضيف الكاس الثاني. ملي كنضيف 2 كيشان ديال الدقيق مباشره كنضيف هذا الكاس ديال الماء غليان. كيكون الماء سخون بزاف. اللي ما كنتوش غتضيفوا القهوه، اللي كنتو غتستغناو على القهوه، ضيفوا كاس ماء غليان. من بعد كنضيف الكاس الثالث. هنا خدا ليا 3 ديال كؤوس عنبه. كنخلط بشويه كيصبح الخليط هنا متجانس. ما كنبالغش ابدا في الخلط، مباشره كناخذ مقلاة اللي ندير البانكيك. كنبدا نصايب البانكيك حجم متوسط. كنقلبها مباشره، ما كنخليهاش حتى تعمل ليا فقاعات، حيت ما كنخليش الطبقه حتى كتنشف. عاد كنقلبها صافي، كنحسها بدات كتعمل الفقاعات كنقلبها مباشره. كيف كتشوفوا غير كنشوفها كتبدا تعمل الفقاعات كنقلبها مباشره باش كتنفخ معايا. كيف كتشوفوا دغيا كيوجد معنا البانكيك. خرجت ليا هنايا تقريبا 21 حبه، ما شاء الله فيه الخير والبركه، وكيجي خفيف. تبعوا هذه الطريقه بالضبط اللي استعملت، حيت هذه الطريقه هذه اللي كتضيفوا كاس ماء غليان في الاخر. ملي كتكونوا خلطتوا الخليط، هذه الطريقه هذه كتخلي ان البانكيك ديالنا يجي اسفنجي وخفيف وفي نفس الوقت بنين. نتمنى الوصفه الى عجبتكم تخليوا لي لايك وتعليق وتقولوا لي الراي ديالكم في هذه الوصفه. ونتمنى منكم الدعم باش القناه ديالي تكبر ونقدم لكم المزيد من الوصفات السهله. ولا عجبتكم الوصفه خليوا لي اشتراك للقناه ديالي وفعلوا جرس التنبيه باش يوصلكم ديما جديد وصفاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.